أهلا وسهلا. اليوم غادي نحضروا واحد الشوكولات، يا سلام، لذيذ وفيه واحد المذاقات رائعة وواحد النكهة مغربية أصيلة. هي راه واحد المعسلة مغربية مشهورة في الصراحة، كانت نديروها في المناسبات ديالنا. الأصل ديالها من المغرب، واش مراكش واش مكناس. المهم حتى تقولوا لي نتوما في التعاليق، ولا كيعجبوكم وصفاتي ما تنساونيش من اللايك والاشتراك، واللي عارف سميت هاد المعسله يكتبها لي في التعاليق قبل ما نبداو. وعلى بركه الله ندوزو لطريقه التحضير. كناخد واحد 200 غرام ديال الشوكولات هذا خديته انا بالسكر. اللي كيبغي بدون سكر راه ممكن، على حسب الاختيارات ديالك. المهم كنهرسهم، كنديرو هكا تندوبو في حمام مريم. ضفت ليه هنايا واحد القليل من زيت جوز الهند ولا اي زيت عندكم، هي باش تزيد هذيك اللمعان، القليل من اللمعان. هنا في مقلاة كندير واحد شويه ديال الزيت، كنقلي هذوك رقائق ديال اللوز حتى تنحمرهم شويه ماشي بزاف. صافي كنحيدهم على جهه، كنديرهم يتصفاو، وكناخذ هذاك القالب ديال الشوكولات اللي غادي نستعمل. كنرش شويه هذوك الرقائق ديال اللوز، عاد من تنحاول نوزعهم هكا في القالب كامل. كنضيف من الفوق واحد نصف ديال الكميه ديال الشوكولات. كندير واحد الطبقه ما تكونش غليظه بزاف، غير القياس، ما تكونش تاني رقيقه بزاف. نحاولوا نوزعوا الشوكولات حتى على الجناب، ماشي نديروه غير في الوسط وصافي، حيت ضروري يكون هكا حتى من الجناب تاع هذاك القالب اللي عندنا طالع من الجناب. وباش يجينا كله عامر هذاك القالب نهزوه ونحركوه شويه ونحاولوا نضربوه شويه مع هذاك سطح العمل حتى يتوزع في القالب كامل. من بعد ندوزو دابا نكتشفوا شنو هي هاد الحلوى الشهيره المغربيه اللي غادي نستعملوا في كحشوه لهاد الشوكولات. عندي هنا اللوز بلا قشره اللي شريته جاهز هكا مطحون. كنستعمل منه واحد 6 المعالق كبار، اللي كنضيف عليه واحد المعلقه كبيره ديال زبده اللوز بقشرته. هاد المره بتعطيني هذا اللون بني. وكنضيف واحد المعلقه كبيره ايضا ديال الزبده اللي كتكون بحراره الغرفه، ما تتكون شويه زعما سوفت رطبه، باش نقدر نخلط. هنا الا لاحظتوا راه ما كنضيف لا سكر لا والو، لانه الشوكولات اللي غادي يكون داير به راه كله حلو. كنضيف هنايا القليل من القرفه. وهنا راه يمكن الا بديتو تتعرفوا شنو هي هاد الحلوه. كنحركوا هنايا جميع المكونات حتى تندمجوا لينا مزيان، وتعطيني واحد العجينه هكا اللي كتقدري تشكليها بيديك بسهوله. وكنبدا تنعمر. اش غادي نعمر دابا؟ غادي نعمر الورقه ديال الفيلو، غادي نستعمل انا غير الفيلو، هي اللي سهله، ولا الورقه البسطيله. حنا راه كنستعملوها بالورقه البسطيله، ما عنديش هنا، انا استعملت غير الورقه ديال الفيلو. المهم هاد المعسله راه باينه غادي تكون بحال، ماشي هي المحنشه المغربيه ديالنا الاصيله، ولكن المهم بالنكهه ديال المحنشه وصافي. هنا كناخذ الورقه ديال الفيلو، كناخذ ورقه واحده ديال الفيلو، هي كتكون مطويه على جوج. غنحلها، غادي ندهن النص بالزبده، ونعاود ثاني نطويها، ونعاود ندهن ثاني من الفوق بالزبده. كنبدا كنشكل من بعد الاصابع ديال هذيك اللوز العماره، كنديرها هكا بالطول. هي راه كيما درتها، لانه من بعد انا هادشي غادي نفرتتو تمايا لداخل، بقاو معايا باش تشوفوا. غنصوبو في الاخر غنفرتتو. المهم كنصاوب هنايا بحال المحنشه بطبيعه الحال، انا ما غندورها ما والو. غادي نقطعها غير صبيعات، وغادي ندخلها غير في الاير فراي. كنت في الاول كاع بغيت نديرها انا دايره زعما بحال المحنشه، ولكني وليت شفت ما كاينلاش، لانه انا غادي نفرتتها لداخل. كنت زعما كنقول الا درت محنشه، ولكن صعيب عليا باش نخرج القياس هذاك المول اللي عندي، القالب اللي عندي. هنايا درتها غير كي قلت لكم غير في الاير فراي، غير مده ديال شي 10 دقائق تقريبا، وكتكون حاضره. كنبداو كنفرتتو هذيك المعسلات ولا المهم ما نقدرش نقول محنشه لانه ما بقاوش محنشه دايره. المهم ما علينا، المهم ديروا راسكم ما شفتوا والو. فرتتناها مزيان، ومن بعد غادي ندخلوها في هذاك المول ديال الشوكولات، غادي نجبدوه من الثلاجه. كنوزعوها هكا مزيان، وكنعمروا حتى الجناب صافي، وكندكوها هكا بشي فرشيطه ولا معلقه. وكنضيف الكميه من فوق منها، كنضيف الكميه الاخرى اللي بقات ديال الشوكولات. بطبيعه الحال الا في هذا الوقت قصح لكم الشوكولات، عاودوا تاني ذوبوه في حمام مريم. كنضيف الكميه اللي بقات، وكنحاول نبسطها مزيان فوق القالب، وكنعاود ندخلها هاد المره للكونجيلاتور مده 20 دقيقه.
ممكن تخليها أيضًا حتى في الثلاجة، غير هي غادي تاخد وقت أكتر، المهم شي ساعة على الأقل هكداك، أما في الفريزرات 20 دقيقة كتكون حاضرة، غطيتها بطبيعة الحال عاد دخلتها للفريزر. هذه النتيجة النهائية من كنخرجها من الكونجيلاتور. كيكون قصح لينا بطبيعة الحال هذاك الشوكولات، كيجي شوكولات رائع في الصراحة وزوين، وكيجي هذاك مزيان نتوما بهادوك الرقائق تاع اللوز من الداخل. هنايا زينت هذا شوية برقائق اللوز، وغادي ندوق معاكم هنا باش تشوفوا، غادي نهرسها معاكم هكا باش نشوفوا الداخل ديالها كي كيجي. راه كتجي رائعة بصراحة، والمذاق يا سلام. فين تبان هذيك دبية شوكولات بصراحة اللي عشاق الحلويات المغربية هكا ولا المعسلات المغربية، كتجي فيها واحد القرمشة رائعة. ممكن الحشوة تكون هي داك كعب غزال اللي صاوبنا تاع الكنافة اللي كنت درت بالشوكولات، حتى هذاك تيجي بنين يا سلام، وبصحة وراحة.